كلنا بنحب القلي، لكن في طاستك بتقلي حاجات مختلفة على دفعات، لكن هنا انا هقلي كله مرة واحدة في خطوة واحدة مع بعض، بدون نقل روايح وبدون نقل طعم، والحفاظ على الزيت طبعا بفضل سبيكة الفا ميتال كرافت. وهنا حطيت الزيت وظبطت الابليكيشن مع كمان الاوديو ثيرم على علامة اللحمة، دي علامة الاستعداد. مع ووك AMC مفيش قدح للزيت، مفيش هدرجة، مفيش أكسدة، هقلي على المتغطي كمان، احافظ على الزيت. هنا وصل لعلامة اللحمة، الموبايل عطاني ألارم والاوديو ثيرم كمان. وهنا فتحت ونزلت اولا بالكوبيبة وبعدين السمبوسك بالجبنة، زي ما انتوا شايفين نزلت بالبطاطس وحتة سمك وبطاطا، ويا سلام على التشكيلة العجيبة دي. لكن كلها هنشوف في الاخر النتيجة. الريحة جميلة جدا، خفيفة قوي، الزيت محافظ على خواصه. رصيت الطاسة كلها وهغطي وهخلع الفيزو سيرم عشان يساعدني على فقد السوائل او فقد جزء من بخار المية اللي موجود في المقليات، علشان توصل لدرجة التسوية المثالية بدون أكسدة، لأنها ما كانتش معرضة للهواء. وهنا فتحت وهقلبها تقليبة عشان أوريكم إن كل حاجة زي ما انتوا شايفين مفيش حاجة لازقة، كله جميل وبدأوا ياخدوا لون حلو، وكل قطعة بتاخد السوى المثالي. بالرغم ان كل حاجة مختلفة لكن هطلعهم كلهم مع بعض، مفيش حاجة هتستنى وحاجة هتطلع بدري. ده طبعا بفضل القاعدة اللي بتوزع الحرارة على الأكل حسب حاجته فقط. وابدأ أغطي تاني واشيل الفيزو سير، وتعالوا نشوف النتيجة بعد. ايه رأيكم في الطبق الجميل ده؟ مقليات تحفة والزيت زي ما هو، لو نزل شوية دقيق او مثلا جبنة طلعت من السمبوسك مفيش مشكلة. كل ده هصفي الزيت واستخدمه اكتر من مرة. بجد بجد بحبك يا AMC.